السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة من وصفات مطبخ نعيمة أسكال. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو في أحسن الأحوال وتكونوا بصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم واحد حلوات لا كريم او طورطه بدون فرن بدون جينواز وبدون جيلاتين. صراحه كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق، وغادي نحضرها معكم هنايا بواحد الكاناش بالفلون ديال الفاني. فبقاو معايا شوفوا المقادير وطريقه التحضير. الا كنتوا اول مره كتشوفوني او كتشوفوا القناه، ما عليكم غير تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد. بسم الله، نبداو على بركة الله. هنايا اول حاجه كما كتشوفوا معايا غادي نوجد معكم الكريمه. بالنسبه للكريمه غادي نحتاج عندي هنا واحد العلبه ديال كريم شونتيي، كاس كبير ديال الحليب اللي كيكون بارد. بالنسبه للكريمه والحليب كنديروهم في المجمد حتى كيبردوا مزيان عاد كتخدموا بهم. هنايا بالنسبه ليا غادي نكه هاد الكريمه بجوج ديال فلون بالنكهه ديال الفاني. استعملت هنايا فلون اللي كيكون الحجم ديالو صغير اللي بدون سكر، حيتاش الكريمه راه فيها السكر. الا درتو الكريمه السائله بدون سكر كديروا الفلون اللي كيكون الحجم ديالو كبير اللي كيكون بالسكر. صافي هنايا كما كتشوفوا كنبدا نطرب الكل جيدا بالطراب الكهربائي. كيجيوني بزاف ديال التساؤلات واش الكريمه ممكن نطربوها بالطراب اليدوي. راه ممكن، ولكن هاد المكونات ضروري انكم ديروهم في المجمد حتى كيبردوا مزيان عاد كتخدموا الكريمه. ولكن غادي تعذبكم شويه، كتاخذ الوقت ماشي فحال الطراب الكهربائي دغيا كطلع، ما كتاخذش الوقت وكيضاعف الحجم ديالها 3 ديال المرات. هنايا كما كتشوفوا من بعد ما طربت الكريمه مزيان كيكون هذا هو القوام ديالها مباشره. هنايا غادي نبدا معكم الطورطه. هنايا غادي نستعمل هذا البسكوي. استعملوا اي نوعيه ديال البسكوي متوفره عندكم. هنايا انا خديت 2 علب ديال البسكوي. غادي ناخذ واحد الصحن ديال التقديم وغادي نبدا هنايا نستف البسكوي بهذه الطريقه على شكل ورده. ممكن ديروهم في المول اللي كيكون دائري او مربع، المهم الشكل ديال التورته كيبقى لكم الاختيار، ديروا اللي بغيتو. هنا انا فضلت انني ندير معكم هاد الطورطه بدون اطار، وعليها درت هاد الشكل ديال الورده اللي كيجي الشكل ديالو زوين بزاف. بالنسبه لهاد الطورطه راه كنت درتها معكم العام الفايت بطريقه اخرى بالمذاق اخر وتزيين اخر. هنا فضلت انني نعاود معكم نفس الطريقه. بالنسبه لذاك الفيديو ديال العام الفايت لقى المشاهده عاليه بزاف، كنشكركم بزاف. هنايا كما كتشوفوا من بعد ما استفت البسكوي وحاولت نسقيه شويه بالحليب، ممكن تسقيوها بقهوه سريعه الذوبان. بالنسبه للنكهه كيبقى لكم الاختيار. صافي هنا من بعد كندير الكريمه وكنحاول نوزعها مزيان. وبالنسبه للبلايص اللي كيبانوا كيخاويين كنعاود نعمرهم بالبسكوي، كتفرتوه شويه وكتقطعوه وكديروه في الوسط. صافي هنا درت واحد الطبقه ديال الكريمه وكنحاول نقادها مزيان بهذه الطريقه. من بعد كنعاود ندير الطبقه الثانيه ديال البسكوي بنفس الطريقه، يعني كنستف البسكوي والكريمه حتى كنحصل على واحد التورته اللي كتكون عاليه. كيبقى لكم الاختيار على حساب الحجم ديال التورته. انا هنايا درت 7 ديال البسكوي في الجوانب ودرت وحده في الوسط، يعني في المجموع تقريبا درت 8. صافي هنايا كما كتشوفوا البسكوي راه كندهنوه بشويه ديال الحليب. ممكن انكم هكا تغطسوه في الحليب اولا كتستفوه وكتكبوا عليه شويه ديال الحليب بالملعقه. صافي هنايا كنستف الكريمه بهذه الطريقه. بالنسبه للكريمه راه ممكن تنكهوها باي حاجه بغيتو. بالنسبه انا نكهتها غير بهذا الفلون ديال الفانيل اللي عطا فيها واحد المذاق اللي زوين بزاف. ممكن ديروا ديال الكراميل اولا ديال الموز ولا ديال الفريز. المهم كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للكريمه نكهوها باي حاجه بغيتو. صافي هنا كنصطم بنفس الكيفيه حتى كنساليهم كاملين. صافي هنا بالنسبه للوسط كما قلت لكم، الا ما بغيتوش داك الفراغ ديال الكريمه اللي كيبقى بزاف راه ممكن ديروا القطع ديال البسكوي. صافي من هنايا كما غادي تشوفوا معايا من بعد ما غادي نستف البسكوي كامل والكريمه غادي نحاول انني نقد هاد السطح ديال التورته مزيان وحتى في الجوانب. وضروري هكايا الكريمه غادي نغلف بها التورته من الجناب وحتى من الفوق، وكنحاول نقدها كي بواحد السباشول. ما كانش عندكم سباشول ممكن تقدوها غير بواحد السكين ولا موس اللي كيكون كبير ولا غير بظهر ديال الملعقه. صافي هنايا كما كتشوفوا كنحاول انني نغطي الجناب مزيان، ولكن ضروري انكم تقدوا هاد الجوانب باش يبان الشكل ديال التورته، يعني كيعطيكم واحد الشكل ديال الورده. صافي هنا كما كتشوفوا كنحاول نغلفها مزيان وغادي نقادها بهذه الاداه، اولا كما قلت لكم ممكن تقدوها غير
بالظهر ديال الملعقه ولا بموس اللي كيكون كبير. صافي غادي نحاول نقاد السطح ديالها مزيان، من بعد غادي ندخلها للثلاجه حتى كتبرد، بما نوجد الكاناش اولا واحد الكريمه اللي غادي ندير من الفوق. بالنسبه للتزيين هنايا غادي نحتاج كاس صغير ديال الحليب اللي كيكون بارد، نص كاس ديال الزيت النباتيه، واحد الفلون اللي كيكون الحجم ديالو كبير، هنايا استعملت ليه بالسكر نكهه ديال الفاني. بالنسبه الا درتو الفلون اللي كيكون الحجم ديالو صغير زيدوا كاس عنبه ديال عفوا واحد كاس صغير ديال السكر سنيده. انا هنايا بالنسبه للفلون راه بالسكر عليها، ما ضفتش السكر، يعني الا استعملتوا الفلون الصغير ضروري ديروا واحد كاس صغير ديال السكر سنيده. صافي هنايا كما كتشوفوا كنخلط الكل هنايا في الخلاط الكهربائي ولا بالميكسور اللي بغيتو، كتخلطوا الكل مزيان حتى كتحصلوا على واحد الكاناش ولا واحد الكريمه اللي كتكون هكايا عاقده وكتجي الصراحه لذيذه بزاف. ممكن تزينوا بها الكيك ديالكم، ممكن تزينوا بها هكايا الطورطات، المهم هذا الكاناش راه كيجي لذيذ بزاف. صافي كيكون هذا هو القوام ديالو. كما كتشوفوا غادي نخرج الطورطه من الثلاجه من بعد ما خليتها بردات. هنايا كما كتشوفوا راه انا زربت عليها ما خليتهاش تبرد مزيان باش نسالي معكم التصوير. صافي هنايا كما كتشوفوا خديت واحد البلاستيك غذائي درت فيه هاد الكريمه او هاد الكاناش اللي وجدت معكم. صافي غادي ندير دميعات هكايا في الجوانب، راه ممكن الجناب تزينوهم هكايا باللوز ايفيلي ولا كاوكاو مهرمش ولا الفيوتين. المهم بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار. انا هنايا فضلت انني ندير هاد الدميعات في الجوانب باش ما تاخدش ليا هاد الطورطه واحد تكلفه اللي غاليه، يعني وجدتها تقريبا باقل من 30 درهم. صافي هنايا كما كتشوفوا كنحاول ننزل دوك الدميعات ديال هاد الكاناش بهذه الطريقه. من بعد في الوسط كنحاول انني نغطي ديك الكريمه بهذا الكاناش. بالنسبه لهاد الكاناش راه صراحه كيجي لذيذ بزاف، راه ممكن ديروا النكهه اللي بغيتو. انا هنايا درت النكهه ديال الفاني كما الكريمه، يعني درتها بالفاني. اللي شاف هاد الكاناش راه كيسحب ليه واش الكريمه ديال الحامض، ولكن راه ماشي كريمه ديال الحامض. صافي هنايا من بعد ما قديت السطح ديال هاد الكاناش وقديت الطورطه مزيان، هنايا بالنسبه للكريمه اللي كتبقى درتها في واحد البورش او الجيب الحلواني وبديت كندير الوريضات هكايا في الجناب. بالنسبه للتزيين كما قلت لكم راه كيبقى لي اختياري، ديروا اللي بغيتو. صافي من بعد ما درت وريضات هكايا من الجناب اللي كيكونوا صغار، هنايا خديت هاد الموتيف ديال الشوكولات، درت فيه الشوكولات الابيض حتى جمت وبديت كنزين به هكايا الطورطه من الفوق. كتزيين ديروا اللي متوفر عندكم. صافي غادي نديرو هكايا في فوق الكريمه لو فوق الوردات ديال الكريمه اللي كنت درت، وفي الوسط هنايا غادي ندير 2023. صافي هذا هو التزيين اللي اقترحت لكم اليوم. صراحه كيجي المنظر ديالو زوين بزاف وغير مكلف. لا يدخل عليكم هاد السنه الجديده بالصحه والسلامه وبطول العمر ان شاء الله وباش ما كتمناو. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، فبقاو معايا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال التورته. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي وجدت معكم اليوم. هنايا كما كتشوفوا انا راني صايبتها بالليل وخليتها حتى لغد ليه باش داك البسكويت تشرب مزيان وتجيني الطورطه هكايا لذيذه بزاف. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي نقطع معكم واحد الطرف باش تشوفوا الشكل ديالها كيف كيجي من الداخل. صراحه كتجي لذيذه بزاف، غير مكلفه وكتوجد بسرعه، ما كتاخذش معكم وقت نهائيا. في ساعه ديال المكانه ممكن انكم توجدوها، غير الا بغيتو راه ممكن تاكلوها في نهارها اولا انا هنايا وجدتها بالليل وخليتها حتى لغد ليه باش نوريكم الشكل ديالها كيف كيجي. صراحه كتجي رائعه، غير جربوها على ضمانتي، خصوصا مع داك الكاناش اللي درنا من الفوق بالفلون ديال الفانيلا اللي عطاه واحد المذاق اللي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم هكايا تجربوا هاد التورته وتبارطاجيوها عفوا مع العائله والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنسوش تخليو لي لايك وتعليق لهذا الفيديو، تبارطاجيو مع العائله والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. واستودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.